أحلى سلام بأحلى تعابير الكلام وبكل لغات العالم وبأحلاها أروعها أبهاها وأغناها وأسمعها لغة الضاد لغة أهل الجنة. أهلا بكل مشتركي ومتابعي قناة الكرام، نلتقي في فيديو جديد متجدد كالعادة نسلط فيها الضوء على الأسد الجزائري من كتيبة الأسود الجزائرية الجموحة الضارية التي لا تتوقف عن الزئير، صاحب اللقبين الغاليين لقب كأس إفريقيا وكأس العرب وأفضل لاعب في كأس العرب سنة 2021 بقطر. ياسين إبراهيمي الغزال الأسمر الجزائري قائد فريق الغراف القطري، لاعب استثنائي بموهبة ومهارة برازيلية، على غرار كبار الأساطير بالبرازيل، لاعب مراوغ من عالم البلاي ستيشن، لاعب الغرافة، وفي سن 34 بصم على ثلاثية كاملة في مباراة نهائي كأس أمير قطر، وكان حاسما ساحرا متميزا متوهجا وكاملا متكاملا في المباراة النهائية، ووصل للقب السادس في مشواره الكروي، والآن كما كان سابقا أكثر من السابق يدق باب المنتخب الوطني الجزائري بكل قوة، خاصة في ظل الغياب والتراجع الرهيب في الجهة اليسرى من هجوم المنتخب، إصابة يوسف بليلي وتراجع مستوى رهيب لسعيد بن رحمة ومحمد الأمين عمورة، وفي ظل عدم خبرة عادل بولبينا يبقى الرهان على إبراهيمي، خاصة وهو في نهاية مشواره وبإمكانه خدمة المنتخب من خلال توظيفه بشكل مذهل، خاصة مع الموهبة الصاعدة مازا. متأكد أنها ستنشأ ثنائية سحرية يضاف إليها حاج موسى ومحرز وتكتمل الوصفة الاستثنائية وتساهم في تميز المنتخب الوطني في غمار أغلى وأرقى وأسمى وأكبر تظاهرة ومنافسة كروية في العالم، كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك شهر جوان المقبل. سلام.